طبعا عشان دي شخصية غنية بتحب ودي شخصية غلبانة بتحب. هتبقى مفاجأة جامدة وانه هيبقى فيه حاجة بوم. تطلع الرجل الثالث. محمد رمضان اطول شوية. ايه الفرق؟ مفيش فرق. يعني ايه الفرق؟ الفرق ان انا رمضان ما كنتش اعرفه وعرفته. احمد السقا لا اعرفه بس تاني بتعرف عليه اكتر وبحبه اكتر. فمحمد رمضان ما كنتش اعرفه خالص بس الحقيقة في العمل لا بجد احترمته جدا 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 وليه معزة خاصة في قلبي. طبعا عشان دي شخصية غنية بتحب ودي شخصية غلبانة بتحب. فحب الغلابة دايما أنقى، وخصوصا ان عايدة كانت داخلة تنصب على جعفر فكانتش بتحبه في الأول بس لما عشرته حبته. دي حبته قبل ما تعاشره. يعني قبل ما تعرفه قبل ما يبقى في بينهم عشرة أو وقت أو كده، لا هي حبته الأول وبعدين تعالى نتكلم بعدين. بس لا ما اعرفش ما اعرفش بس اللي عرفته من احمد خالد انه لا انه هتبقى مفاجأة جامدة وانه هيبقى فيه حاجة بوم. اللي خلاني وافقت على الاولاني. وانا مش ضامنه انه ينجح. مش هوافق على حاجه ناجحه ازاي؟ النهايه السعيده اللي حصلت تدينا انه مفيش مشكله. مفيش مشكله. الجمهور متوقع ان انت تحلها في التاني. بالعكس هي نهايه سعيده. فلما تحصل حاجه جامده بعد كده هيبقى في يعني حاجه تستاهل ان انت تبني عليها احداث جايه. ان هي حنة تبقى كل ده الرجل الثالث. تطلع الرجل الثالث. لا حنة انا قلت كده لاحمد خالد على فكره، قلت له ايه رايك لو بقى ايه نلبسها بقى ايه بدله جلد. وتخش هي بقى كات وومن. وانا بقى بعرف اعمل اكشن وتطلع بقى هي مزقوقه عليهم عشان تاخد التمثال. فقال لي تصدق ان انا فكرت في كده؟ قلت له ازاي فكرت كده؟ قال لي ما فيش، كنت يعني قاعد بفكر بس لقيت انه مستحيل حنة تعمل كده. يعني مستحيل نعمل كده. انا كنت قاعد متجنن يعني ما كنتش في حالتي الطبيعيه ففكرت في كده. بس دي حاجه بعيده عن حنة تماما. كنت اقول انا موهوبه بالفطره. انا جامده قوي على فكره. اخطأت في حق نفسي وحق الجمهور ان انا كان ممكن ابقى احسن بكتير. وبشوف ناس بيمثلوا تمثيل احيانا بقعد اتفرج كده اقول اقرا لك كتاب ولا اتعلم. انا كنت زي دول زمان. رشا طبعا في الليله واللي فيها كشغل ليا انا والاسمي وتمثيل. اتعلمت فيها تمثيل. لعلمك انا باخد لغايه دلوقتي كورسات وبسافر اخد كورسات بره. كنت زمان وانا صغيره كنت اقول انا موهوبه بالفطره. انا جامده قوي على فكره. عندي موهبه رهيبه. فسافرت مره وقلت ايه طب ما انت قاعده يا بنت فاضيه ما تروحي كده تشوفي بقى نيويورك فيلم اكاديمي دول تشوفي الناس دي بتعمل ايه. يعني انا عارفه ان انا ممكن افيدهم. يعني انا رايحه وانا متفضله. فمن اول يوم بدات فيه الكورس حسيت ان انا جاهله ومش فاهمه حاجه وان انا كنت غلطانه طول السنين اللي فاتت وان انا بجد اخطأت في حق نفسي وحق الجمهور. ان انا كان ممكن ابقى احسن بكتير وكان ممكن ابقى اهم بكتير. بس انا الموهبه دي عامله زي الزرع، لو رويتها واهتميت بيها تكبر وتبقى كويسه وترعرق، وحتى لما تكبر قوي وتبقى كبيره تبقى شجره مهمه ليها وضعها. فاتعلمت كتير قوي وطول ما انا ماشيه بتعلم لان منتهى الجهل اللي يقول لك انا. وبشوف ناس بيمثلوا تمثيل احيانا بقعد اتفرج كده اقول يا غبائك ما تروح يا اخي اقرا لك كتاب ولا اتعلم. انا كنت زي دول زمان بس انا ما اقدرش ان انا اتجاوز مع حد واقول له روح اتعلم. يعني مش وظيفتي يعني.
يلا اظلموا، يلا قلوا ادبكم، يلا افتروا. انا مهما رديت هرد زي ما ربنا هيرد. كنت زمان برد على فكره، انا بفكر بشكل تاني خالص. البوست اللي كتبت فيه ادمنت اذية الناس، فعلا، لانه في ناس بتأذي بشكل فج، بيبقى فيه فجور في الأذى. فدايما انا اتعودنا نقول لك ايه، لا ما تردش عشان ما تعملش قيمه للي اتكلم، ما تردش عشان ما تعملش قيمه للحدث اللي هو مش موجود. انا بفكر بشكل تاني خالص، افكر بشكل انه يلا اظلموا، يلا قلوا ادبكم، يلا افتروا، يلا اعملوا اللي انتوا عايزينه. عشان انا مهما رديت هرد زي ما ربنا هيرد. كنت زمان برد على فكره، بس انت لما تاخد حقك خلاص انت ما بقتش سايب مجال لربنا انه يجيب لك حقك. بس ربنا لما هيجيب لك حقك اكيد احسن مليون الف مره من لما انت تجيب حقك لنفسك. بس انا كنت واقفه مندهشه. يعني انت متخيل ان انت مثلا قاعد على كرسي اهو، تخيل ان انا اتهمتك ان انت خنقت قطه مثلا، وقلت لك انت مخبي القطه تحت الكرسي، الكرسي اصلا ما فيهوش تحت، هو لازق على الارض، وانا قاعده قدامك كده وفي ناس حوالينا. طب ازاي انت جالك قلب تعمل كده؟ بس انا عايزه ربنا هو اللي يجيب لي حقي، علشان اكيد ربنا لما هيجيب لي حقي هبقى انا قاعده الحمد لله يا رب. وحصلت لي كتير قوي في حياتي. واقول لك على حاجه، ربنا بيرزقني كمان. يعني انا بالنسبه لي اللي هو مش ربنا قال والقازمين الغيظ والعافين عن الناس، انا القازمين الغيظ. بس انا ما وصلتش لمرحله العافين عن الناس. الحقيقه ان انا ما عنديش حته العفو، ما بقدرش. دي مرحله كبيره. يعني انا فاكره لما الحمد لله ربنا كرمني ورحت الحج، كنت بنزل احاسبن على الناس، فقابلت شيخ قلت له يا مولانا هو انا مش قادره اسامح، اعمل ايه؟ يعني في ناس كتير قوي ظلمتني بس انا مش قادره اسامحهم. قال لي دي مرحله بعيده قوي، ممكن تكون انت ما وصلتلهاش، بس ان شاء الله توصلي لها. بس انت برضو ربنا مش هيحاسبك ان انت مش قادره تسامحي. بس بطلي بقى تدعي تقولي بقى ايه ربنا يشيلهم وربنا يجيب لهم امراض والحاجات دي. قلت له لا ما بعملش كده. قال لي حاسبيني، قولي حسبي الله ونعم الوكيل، وقولي افوض امري الى الله. فانا ما بعملش غيره. اي حد بيظلم، بيقل ادبه، بيترازل، بيعمل مش عارف ايه، بيطلع اشاعه، بحاسب. هعمل ايه؟ طيب اصلا انا هعمل ايه؟ انا لا بحب اذي حد ولا بحب اجي جنب حد ولا بحب ما اعرفش الناس دي ازاي بيجي لها قلب يعني تطلع اشاعه عليك او تقول عليك كلام مش فيك، خصوصا ان انت ممكن تبقى كنت كويس قوي مع الناس دي. يعني انت تبقى كويس قوي ومراعي ربنا قوي في حياتك اصلا. وانا عموما ما بحبش حد يقتحم حياتي الخاصه ملكي انا بس. حصل هجوم واقتحام فظيع، حاولت بقى انا عارف اعمل ايه طول الوقت، بعمل كده ولوحدي، ما فيش حد بيساعدني ان انا دي لوحدي، عماله ازق لوحدي. طب سيبوني بقى في حالي بقى، كفايه. وانا عامله يعني انا ساعتها وقت الكلام ده كنت هنزل حته من فيلم اصلا. فاكر فيلم اذكياء لكن اغبياء؟ لا سوري، لصوص لكن ظرفاء. ان انا بقى ايه، كل ما امثل بقى مع حد ابعت بقى، لو حد متخانق مع مراته اروح اجيب ورد وشوكولاته وابعتهم، هو هتسيبها غير لما نخلص الفيلم. انا مالي، انا مش لا عايزه حد ولا هيبقى في حياتي حد. طبعا دي حاجه بايد ربنا. انا اتعودت دايما ان انا ما بقاش اجابتي قاطعه كده، بس انا زي الصعايده دول، انا كل واحد حر في حياته. اللي يتجوز 10 يتجوز 10، يتجوز مليون يتجوز مليون، ودي حاجه مش غلط وحللها ربنا. بس انا مش من نوع الستات اللي هم بيتجوزوا كتير. انا اتجوزت مره الحمد لله، بقى عندي ولاد من الجواز ده، وانا راضيه جدا بحياتي، وما قررتش ان انا اتجوز، وقررت ان انا اتكفي على عيالي واربيهم. فمن فضلكم ابعدوا عني وسيبوني في حالي، لان انا لا باجي جنب حد ولا انا شخصيتي، انا يا بشتغل يا في بيتي. من كام يوم باسم السمرة كان عامل بعد المسلسل كان عامل غدا في المزرعه بتاعته، انا كان نفسي اشوف مراته وبناته الصراحه، فرحت. اما بروح كمان بنبسط، انا حطني في اي حاجه هبقى مبسوطه.
يعني انا اديني 1000 جنيه هصرفهم وابقى مبسوطه، اديني مليون هصرفهم لك برضه، حطني في البلد هنبسط، واديني احلى مكان في العالم هنبسط وهبقى قده برضه. انا بنبسط باللي معايا وباللي انا عايشاه، لا طمعانه في عيشه حد ولا طمعانه في حاجه مع حد، وعايزه اعيش في سلام وفي امان. الدنيا ما بقتش كده، غصب عنكم هعيش كده. حبهم لما محمد صلاح اسطوري، وطبعا في نادي كده معين معيطنا كلنا، بس انا بحاول اخليهم العكس. هما بيحبوا شيكابالا كمان قوي، وبيحبوا مين تاني؟ بيحبوا زيزو، ده كده كله. والله الموضوع ده بالنسبه لي بقى مهلك، يعني بقيت افكر فيه لدرجه ان انا عايزه ما افكرش وقت ما هم يحبوا. يعني هم على فكره يعني بيتصوروا مع اصحابهم وكده، وعندهم اكاونت على كذا حاجه، بس الحاجات دي كلها مش مفيده. يعني انا بشوف، انا بقول لهم كريستيانو ابنه ما عندوش موبايل، فاحنا مش اغنى من كريستيانو. وعموما انا بشوف ان التكنولوجيا لو بقت في ايد اطفال في السن ده، اولا هتحرمهم من براءتهم، هتحرمهم من ان هم يبقوا بيشغلوا مخهم اكتر. ما هو انا المعلومات اللي انا واخداها من وانا صغيره واخداها من كتب، قعدت عملت سيرش وخدتها من كتب، حتى لو خدتها من جوجل او ان انا دخلت على حاجه عشان اعرفها. وانس ان انت بتدور على الحاجه وبتلاقيها بتحفظها اكتر، مش ان سهل ان يبقى حد بيديها لك. فدلوقتي تك 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 تك، غير ان في حاجات مش حلوه، يعني في حاجات بتبقى مش لذيذه للاطفال، بلاقيهم ان هم بتلوث المجتمع. يعني ليه انا ابقى قاعده مثلا وجنب ابني ما بنتكلمش، هو قاعد ماسك الموبايل وانا قاعده؟ بالعكس انا بحافظ كمان ان انا قدام عيني ما بقاش ماسكه الموبايل. براحتهم بقى، براحتهم، يعني هم براحتهم. يعني هم مثلا متصورين صور مع لعيب كوره مهم جدا جدا، ولاعيب كوره تاني، وبنروح ماتشات بره وبنتصور مع لعيبه كوره جامدين قوي، ربنا بيبقى مسهل لنا يعني ان احنا ننزل اوضه اللعيبه ونتصور معاهم وكده، وهم كوره جدا. ف مامي نزلي دي عندك، انت عندك كتير. وهم بالنسبه لهم، انا طبعا بالنسبه لناس كتير ما عنديش كتير، بس بالنسبه لاولادي انه الملايين والحاجات دي ده بره عندهم كذا، فهم دايما يقارنوني مثلا بكريستيانو، بمحمد صلاح، بميسي، فاقول لهم لا انا مش. لما نسافر دبي ويلاقوا الناس عارفين هناك الفلبينيات الحاجات دي، فبيتخضوا يقولوا لي انت معروفه حتى بره مصر، ودول اجانب مش عرب وعارفينك يا مامي. فبعيش عليهم بقى اللقطه. بعملهم ان انا ده انا معروفه في كل حته. فروحنا ايطاليا مثلا محدش بيسلم عليا، فقالوا انت مش معروفه هنا. انا مش عايزاهم يبقوا على طبيعتهم، يبقوا اطفال يعيشوا كل سن وكل لحظه بلحظتها. في كوره، وفي هو عموما الرياضه اكتر، يعني بيلعبوا جولف، بيلعبوا كوره، بيلعبوا كوره بقى بانواع كتير بقى. لا هما الاثنين عارف احنا بنعمل كل حاجه مع بعض، لازم كل حاجه يعملوها مع بعض. حبهم لما محمد صلاح اسطوري، اسطوري يعني. وانا كمان بحببهم فيه اكتر على فكره. ولما الاقي حد فيهم مثلا راح ناحيه كريستيانو شو، اقول له لا والله لو شفت صلاح لا اقول له انت خاين، انت مش. لو حد مثلا في بتاع، لو خسروا ماتش مثلا، محمد صلاح في ليفربول، لو هو ما بيعملهاش يعني الحمد لله رافع راسنا دايما، لا بيتضايقوا قوي. بس هما بقى بيعيطوا لو مصر خسرت، يعني العياط بيجي من مصر. وطبعا في نادي كده معين معيطنا كلنا، بس انا بحاول اخليهم العكس. مش هقول لك لا، دي مش هقدر اقولها دي، خلاص احنا حظنا جه كده خلاص. انا عايزاهم يا جماعه، لا بلاش، خلي حظكم احسن مننا. هما بيحبوا شيكابالا كمان قوي، وبيحبوا مين تاني؟ بيحبوا زيزو، ده كده كله. طبعا بيحبوا ابو تريكه. عشان نبقى ابيض في احمر. لا بيحبوا طبعا لعيبه كتير طبعا. لا هو ده مش سؤال يعني، ده اكيد هسيب الدنيا كلها عشان خاطرهم واروح معاهم في اي حته. انت فاكر ان انا مثلا من نوع الامهات اللي
من نوع الامهات اللي هم ممكن مثلا ابني يسافر بره وكده وانا قاعده هنا وبنام عادي وكده. مستحيل مستحيل. وتمثيل ايه؟ لا ابني، لا اسافر ورا ابني واسافر مش وراه دي يعني بعده الحقه، لا رجلي على رجلهم. مفيش حاجه اسمها كده خالص، ما اقدرش. مش عشانهم على فكره، على فكره هم طالعين رجاله قوي معتمدين على نفسهم الحمد لله، بس كمان انا انا ما اقدرش اعيش. ما انا دايما اقول لهم انا ما عنديش حاجه غيركم، هل انتوا ممكن لما تكبروا تسيبوني؟ فالحمد لله الحمد لله يعني بيردوا رد بنبسط قوي الحمد لله. امرأة هزت عرش مصر. هو انا الامرأة دي بس عمر ما حد هيعرف يعمل حاجة زي نادية الجندي. اولا انا بموت في حاجة اسمها نادية الجندي. نونا دي بالنسبة لي مش مجرد ممثلة عظيمة او نجمة كبيرة قوي نجمة الجماهير، لا هي بالنسبة لي مش كده خالص. هي بالنسبة لي انسانة عظيمة، بني ادمة عظيمة، حنينة وطيبة وواقفة جنبي من ساعة ما طلعت لغاية دلوقتي. هي مش مضطرة على فكرة خالص، يعني هي نادية الجندي خلاص. لو فيلم من افلام نادية الجندي، هم كلهم انا بحبهم الصراحة، بس في حاجات بالنسبة لي يعني تلمسني اكتر او بينت اكتر. يعني نادية الجندي بيقولك افلامها كوميرشال اكتر بتنجح. هو النجاح وحش؟ يعني احنا هنعيب على النجاح؟ مش فاهمة. يقول لك اصل ما فيش تمثيل. طب خد الضائعة عندك، ده ما فيهوش تمثيل. كل افلامها فيها هم الناس دي اصلا يعني اللي بتقول كده دول بيبقوا مش طبيعيين. انا عارفه بقى ان نادية الجندي ما بتحبش حد يعمل حاجاتها فمش هاخد ولا عمل انا هتفرج عليها هي، واتمنى ان انا اشتغل معاها الحقيقه. من الناس اللي انا بحبها قوي. امرأة هزت عرش مصر. هو انا الامرأة دي بس بس انا لا مش هعمل. عمر ما حد هيعرف يعمل حاجه زي نادية الجندي.